طيب احنا النهارده معانا حنان، وهي من الناس الشاطره جدا في تصوير الكونسبشوال في المعرض بتاعها، وجايين نسالها لو انا حابب اصور الكونسبشوال او الستايل بتاعك تنصحيني بايه؟ أول حاجة المفروض إن حد يعمل الحاجة اللي بيحبها، هيحس بيها، هيعرف هو يضبطها إزاي أو كده. فأول حاجة خالص يسأل نفسه هو عايز ليه يسوي conception. هل عشان أنا عاجبني الفكرة دي، عاجبني إن أنا أحط concept معين، ولا عشان بس أقلد حد؟ طب لو أنا عاجبني إن أنا فعلا أحط التاتش بتاعي أو أحط concept معين، هبتدي أفكر إيه اللي هيميزني. طبعا اوكي. فكرة إيه اللي هيميزني دي مش هتقدر تيجي منين وليه. اكيد. فاول حاجه خالص محتاج ان هو يعمل تغذيه بصريه. تغذيه بصريه يبقى ابص على الفن التشكيلي لان هو مرجع لينا، وفي نفس الوقت ابص على الناس اللي بتشتغل فوتوغرافيا ليها علاقه بس كونسبشوال او الفاين ارت. فهبتدي ابص على الفن التشكيلي بان انا ابص على مدارسه الفنيه، سواء المدارس اللي هي التاثيريه او التكعيبيه او السرياليه او ايا كان مدارس. في مدارس كتير جدا. او الفوتوغرافيا هبص على يعني الناس كتير قوي منهم مثلا بروك شادن. بروك شادن من الناس اللي ستايلها فعلا بتعرف تعلم اديت كتير، اوكي. وبتعرف تعمل اديت للصوره تخلي صوره فعلا بتوصل الفكره اللي عايزه تقولها. فدي مثلا حد من الناس اللي ممكن يقعد يدرس ويفكر فيها كويس قوي. اول حاجه خالص محتاج ان هو يطلع زي ما قلت على المدرسه الفنيه. فهبتدي كل مدرسه اشوفها هل ليها تاثير مباشر على الفوتوغرافيا، ولا هي اكتفت بان هي تبقى موجوده بس في الفن التشكيلي. اوكي. وممكن يبقى تاثير غير مباشر، بحيث ان في حاجات حصلت في نفس الوقت ده خلت الفوتوغرافي تتطور. يعني مثلا التكعيبيه، ما انا بالنسبه لي ما شفتش ليها حاجه في نفس الوقت ده تاثير مباشر، بس شفت تاثيرات تانية مثلا زي ديفيد هوكني. ديفيد هوكني لو حد بص على صوره هيلاقيها حاطط زي صور جنب بعض زي كولاج، ومركبه بطريقه معينه عشان كان عايز يبين الحركه، يبين ان الحاجه مش ثابته، ان حاجه متغيره. اوكي. فده ممكن نعتبره تأثير غير مباشر مثلا. في حد تاني كان واخد الموضوع على معماري من قريب، بس كان بيستعمل كاميرا فعلا. فكان بياخد الصورة نفسها لبرج ايفل او ايا كان، يبتدي يحط الكاميرا على ترايبود وياخدها حتة 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 لغاية ما بيتكون. ده بيكمل الفيلم. ده اصعب مليون مرة لان من طبعا الحاجات الديجيتال دي. بالظبط. فابتديت افكر او اشوف الحاجة نفسها اللي كل واحد واخد المدرسة دي او واخد المدرسة الفنية بتاعته ازاي. ومنها ابتديت ان انا اغذي عناية البصرية، مع طبعا ان انا كنت دارسة الحاجات دي، فوصلت للستايل اللي انا فيه دلوقتي. فلو حد عايز يبتدي في حاجه زي كده، ما قلت انه لازم هيدرس الفن التشكيلي. الحاجه التانية اللي محتاجها ان هو حتى مش مثلا الفن التشكيلي بس، لازم يطلع على بقيه الحاجه. سواء ان هو يقرا، ممكن يقرا حاجه خياليه فتنمي خياله اكتر. ممكن يسمع ميوزك، فالميوزك تخليه يبتدي يتخيل حاجه معينه الصوره بشكل معين. بالظبط. وده حاجه هتاثر فينا، الفن كله بيأثر في بعض، فدي حاجه مهمه تانية. تالت حاجه خالص ان هو ياخد راي الناس اللي فاهمه النقطه، وده اهم حاجه. ما ياخدش راي حد مثلا ممكن يجامله، واحنا للاسف بنجامل بعض كتير. فنروح لحد متخصص فيبتدي يعني يغير تفكيره عن الموضوع او يتطور اكتر، سواء بقى تكوين او فكره او الكونسبشوال او الفاين ارت. في العموم بيبتدي الكونسبت. فانا لازم في الاول خالص افكر ايه الكونسبت اللي انا عايزه اقول في الصوره، سواء كان كونسبت حتى لو كان حاجه مجرد ابستراكت، او حاجه عايزه اصور عماره بشكل حلو، او كونسبت بقى تقيل انا عايز احط رموز معينه. او بعد كده بعد ما بقى افكر ايه الكونسبت عايزه اقوله، اعمل سكتش. وده اهم خطوه عشان ابقى عارفه التكوين هيبقى عامل ازاي، حتى لو تكوين مبدئي، وابتدي اشوف هعمل ايه بعد كده. بعد السكتش خالص هيبتدي ان انا افكر ايه العناصر اللي انا عايزه اصورها، وهصورها فين. عناصر بقى سواء كانت رموز زي ما انا عاملاها هنا في الفاكهه والحاجات دي، او عناصر زي الموديل. والموديل طبعا محتاجين نشوف اذا كان هنصوره باضاءه طبيعيه او هنروح استوديو. طب لو هنروح استوديو يبقى محتاجه انا اشوف هصوره باضاءه عامله ازاي، هلبسه ايه، هل هيبقى ماسك حاجه في ايده فهخليه يجيب بروبس، او انا هجيب انا بروبس اللبس نفسه هو اللي هجيبه، ولا انا هجيبه. التفاصيل الصغيره دي اللي بتساعد بيهم التصوير، اللي انا ما بقاش قاعده متوتره. فالفكره كلها ان انا ببقى عارفه رايحه اعمل ايه. ممكن اجيب ريفرنس مرسوم او حتى اي اوريه للموديل نفسه، بحيث وهو قاعد بيصور تتخيل الموضوع بالظبط. يعني مثلا زي ما عملنا مع رنا مثلا، انا كنت في الاول عارفه ان انا هخليها ترسم. فجبت معايا رسمه انا رسمها، وكان في زي ستاند بتاع رسم حطيناها فيها، وكنت انا جايبه فرشه وبلتين، فقلت لها تمسكها بطريقه معينه وقلت لها ارسمي. سبتها بقى، هي قعدت اندمجت وكل حاجه، مفيش الوان بس هي اندمجت. نفس الحكايه دي مثلا عملناها بعد كده مع الموديل التاني رزق، اللي هو في الصوره دي. دي سمسميه. انا برضو كنت حابه ان سمسميه عشان ليها علاقه بالطابع المصري. احنا السمسميه حاجه من السويس والاسماعيليه، فكل معرض اصلا حابه ان هو يبقى فيه رموز مصريه يعني. فقلت له اعتبر نفسك بتعزف. طبعا رزق حب الموضوع بقى وقعد وانسجم وكده، وانا قاعده بصور. هو بقى نسي نفسه، فلما نسي نفسه طلع الصور اللي هو حاسس بيها. بحاول اوجهه. انا مثلا انا دلوقتي هصورك وانت مثلا بتعزف، اقعد بقى تخيل كده انت قاعد في عالم خيالي، بتخيل مثلا ان انت بتقرا حاجه او روايه معينه، واقعد اعزف بقى. فبيبتدي يسرح في خياله. مع الوقت طبعا بيبتدي خلاص ينسى ان انا موجوده قصاد الكاميرا، وبصور بقى اللي انا عايزاه. طيب اخر حاجه، احنا مثلا لو انا شايف، يعني انا كواحد شايف ان الصور دي صعب ان انا اصورها والايديت بتاعها صعب،
صعب، فهل تقريبا بتاخد منك وقت قد ايه ايديت؟ وهل الايديت بتاعها صعب لهذه الدرجه ولا سهل ان انا اتعلمه؟ هو ما فيش حاجه صعبه، بس في نفس الوقت لازم يبقى عندي او المرونه، او اللي انا ابقى عارفه ان الحاجه مش هتطلع من اول مره صح، فلازم اجرب. ومع التجربه لازم اتعلم اديت وفوتوشوب صح. لو ما اتعلمت اديت وفوتوشوب صح يبقى 90% هبقى عارفه الموضوع. مش عارفه اوصل لحاجه معينه ما فيهاش مشكله لما اروح اسال حد تاني، انا مثلا مش عارفه اظبط الاديت ده او مش عارفه اعمل اللون، طب تنصحني بايه؟ ادخل على اليوتيوب، ما فيش اكتر دلوقتي من اليوتيوب. زي مثلا بروك شادن عندها حاجات كتير، كورسات كتير جدا بتعلم ازاي الاديت ده، اصلا اتعلمت الاديت من كورساتها. فالفكره كلها ان الواحد لازم يدور هو هيعمل ازاي. احنا دلوقتي في وقت كل حاجه بقت معلومه سهله قوي، فاهم حاجه احنا ندور على المعلومه. يعني اللي عايز يتعلم حاجه هيدور عليها. وفكره ان الواحد يكسر النمطيه، ان هو يعني ما تقدرش في ريت معين. انا مثلا بصور على طول شارع، طب ايه المشكله لما اجرب حاجه تانية؟ تجربه ممكن تخليني اوصل لحاجه انا ما كنتش عارفه ان انا هوصل لها. لما واحد بيكسر السيف زون بتاعته بيوصل لحاجه تانية مختلفه. طول ما هو حاسس في السيف زون مش هيعمل حاجه جديده. كايدت نفسه من بعد ما بعد ما بصور على طول مش اقل من اسبوع ممكن اسيب الصوره شويه وارجع لها تاني. هي الفكره كلها ان احنا لما بنقعد كتير على حاجه فده بننسى التفاصيل، مش شايفينها ككتب. اهم حاجه لو انا هعمل مجموعه اعمل الايديت كله في وقت واحد مع بعض، عشان في الاخر ما الاقيش دي بلون ودي بلون. او لو هعمل كل واحده لوحدها احطهم مع بعض بعد ما اخلص اشوفهم كلهم لاقيين على بعض ولا لا. مش صعب ومش سهل زي ما انت قلت، بس في نفس الوقت محتاج حد يكون مقتنع هو بيعملها ليه. ده مش حاجه مختلفه يعني، لا انا عايزه اعمل حاجه تبقى شبهي، دي اهم حاجه. صعب لانه مش بالسهوله اللي ممكن حد يكون ما بين يوم وليله. محتاج تجارب كتير. انا في الاول جربت حاجات كتير ما طلعتش اصلا من كتر ما هي ما كانتش احسن حاجه، بس وصلت لحاجه بتعبر عني، دي اهم حاجه. حابب اشكرك، ده كان الفيديو بتاع النهارده، فحابين نشكر حنان وخشوا تابعوها، بتعمل صور جامده جدا.